مساء الخير او صباح الخير وقت ما بتسمعوا الفيديو. النهارده طبعا يا حبايبي اشترينا زيت هوريهولكم. اسمه الفيروز. حلو جدا. وطبعا انا جبت كرتونه كانت 12 ازازه، بس انا استعملت منهم ازازتين وكده، اشتريتها من التومين. تمام، حبيت انا افرجكم عليها. طبعا يا جماعه هتقولوا لي يا سهيل طب ازازه الزيت بتقعد معاكي كام يوم؟ بصوا يا جماعه، على حسب الاستهلاك. فاهمين يعني ايه على حسب الاستهلاك؟ يعني في ناس تقعد معاها 5 ايام، بس ما اقترحش ان حد تقعد معاها 5 ايام، بس في برضو. وفي ناس بتقعد معاها يومين، في ناس بتقعد معاها يوم، في ناس بتقعد معاها يومين، في ناس بتقعد معاها 3 ايام. يعني كل واحد غير التاني. انا استهلاكي مثلا غير استهلاك الناس اللي جنبي. انا مثلا بطبخ كل مثلا 4 مرات في اليوم. غيري بيطبخ مره واحده في اليوم في الاسبوع. غيري بيطبخ مرتين، غيري بيطبخ يعني فاهمين؟ يعني احنا متقسمين، احنا ربنا خلقنا كده. في ناس كل واحد على قد على قد الفلوس اللي معاه، على قد امكانيته. تمام، بيجيب مثلا يعني في ناس يعني ازازه الزيت مش بتكمل معاه يوم. ما هبص اليوم طويل برضو. يعني النهارده دلوقتي عملت الغدا، تمام، استهلكت زيت للرز وللطبيخ طبعا. لو هتعملي كوسه او الكلام ده بتاعت لو هتسبكي تقليه علشان تعملي البصله ومش عارفه ايه. هاخدت زيت في الطبخه وخدت زيت في الرز. ولما تيجي بقى تقلي الفراخ تحمريها هتاخدي زيت برضو. اهو دي كده ايه الغدا. طب هنيجي للعشاء، هتعملي بطاطس مقليه. البطاطس المقليه دي طبعا بزيت، تبقى حاطه في الطاسه. يعني في الطاسه تحطي حوالي نص الازازه، مع تطبخي في الصبح. يعني هتخلص برضو، يعني في الحالتين هتخلص. فاهمين؟ وبرضو يعني مثلا اللي مش هيجوع، يعني هما بياكلوا مرتين بس، احنا بناكل 100 مره. تمام، احنا برضو يعني انا بجوع بسرعه، كل واحد برضو ايه على حسب. بس يا ريت لو الفيديو بتاعي عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت. باي.